نساء السوريات العظيمات، صباح الحرية والكرامة لكل امرأة ما عم بتساوم أو تهادن على أي انتهاك ضد أي امرأة في هذا العالم. أحييكم بداية من السويداء الصامتة، وسأبدأ حديثي أنه خلال نضالي على مدار السنوات وأنا أناصر جاهدة بكل ما لدي من حلم وطاقة مع الكثير من النساء السوريات وغير السوريات، لتكون النساء مشاركات بشكل حقيقي في كافة مفاصل الحياة العامة. مدرسة وعندي فريق تطوعي وبيئي عن شغل وقت الأزمة. الوجع كبير إنه نحن مش عارفين شو بدنا نحكي، شو بدنا نوصف الأزمة والحرب الأخيرة اللي صارت على أرضنا بالسويداء هون. نحن دروز للأسف صرنا نحكي بطائفية ومضطرين نحكي بطائفية. نحن بلشنا بطريقة إنه نحن بدنا نثبت وجودنا على الأرض بشكل أو بآخر، وما ننحرم من أدنى حقوقنا بهذا الوجود. 14/7/2025 بلشت الانتهاكات. أول انتهاك كان إنه خروج الناس من أرضها من قراها. المرأة عنا إيد بإيد مع الرجال، بنبني بيوتنا، بنتعب سوا، بنعمر سوا. كان أول خطوة إنه تطلع العالم لتحمي عرضها. طلعوا من البيوت على المدينة. أخذوا قصص مع صديقاتي بتخبرني كل الليل بيتي عم يحترق. كل التضحيات التي قدمها السوريون وكأنه فقط هم الذين قاموا بتحرير سوريا. يعني هلا بالتزامن مع هذه العملية كان في عملية أخرى كمان، هي عملية فجر الحرية أو ما تسمى بفجر الحرية، يلي انطلقت لمناطق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية طبعا، وهي كانت عملية مدعومة تركيا يعني بخضم طبعا هي الحالة الموجودة. حقيقة يعني نحن نقيم الواقع والحالة اللي كانت معاشة. شفنا الإجراءات اللي تمت على أرض الواقع. بالدرجة الأولى تم استبعاد كل القوى السياسية والقوى المجتمعية من دورها بإعادة رسم بناء مستقبل سوريا. سوريا كانت تحكمها، وهلا حاليا كمان ايديولوجيات، يعني ايديولوجية البعث، سياسة الحزب الواحد، القومية العربية، العنصرية، العروبة اللي نادوا فيها، الشعار اللي تم رفعه خلال 60 عام، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. يعني كل هالدلائل ما كان في ظل أي وجود للحياة السياسية ضمن سوريا. يعني دائما سوريا اللي هي كان فيها تنوع كبير لازم كان يكون غنى لسوريا، مع الأسف تم إقصائها. التي لا تعرف، بنحس انه ما بتعرف تتصرف الى الان في ظل توحيد المكونات على اقل نطاق. بالنسبه للمراه فهي غير موجوده في مراكز صنع القرار بالاساس منذ استلام الاداره الانتقاليه او السلطه الانتقاليه لزمام الحكم، وغير مسموح لها بالمشاركه وبالقيام باي مبادرات حتى ولو كانت بسيطه. عادوا بالنساء السوريات الى 1400 سنه. وسقوط نظام وأذاق السوريين والسوريات الويلات على مر العقود، لتأتي لحظة الفصل معلنة من عهد جديد سرعان ما اتضحت ملاحمه وأهدافه الحقيقية، والتي ما كانت سوى إعادة إنتاج للنظام السابق ضمن إطار مختلف في الشكل ومتقارب في الجوهر، حيث كشفت أحداث الساحل والانتهاكات التي وقعت فيها وما تلاها من اندلاع وشرارة الأحداث في السويداء قبل أسابيع قليلة، لتؤكد بوضوح الرفض العميق للتعددية الثقافية والدينية من قبل السلطة الانتقالية الجديدة، والتي ستدفع بسوريا نحو مزيد من التشظي والتفتت على المستويين السياسي والاجتماعي، ويضع جميع المكونات السورية أمام تحدي خطير وممنهج، سواء كان ذلك بشكل جماعي أو فردي.
فأحداث الساحل وما تلاها من أحداث السويداء الأليمة شهدت انتهاكات كبيرة من قبل الفصائل التي تتبع للحكومة الانتقالية من أراضيها. اليوم في انتهاكات كثير، وأشقد ما نحكي ما رح قلنا نكفي هاي الانتهاكات، لأنه انتهاكات كبيرة وهي امتداد للشيء اللي صار. إذا بنرجع للمذابح والمجازر اللي بكل المكونات اليوم، هاي امتداد لها اليوم. نحن كشعب سوري وأيضا كل المكونات الموجودة وكل الهاي نتكاتف اليوم كنساء خاصة لنوقف اليوم، ندعم كل النساء الموجودين في سوريا، قلنا ندعم مع بعض ونتكاتف مع بعض. 1. إدانة المجازر ومطالبة كافة الأطراف المحلية والدولية بالتحرك العاجل لوقف القتال والجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأبرياء والنساء في السويداء. 2. تحميل الحكومة الانتقالية كامل المسؤولية الأخلاقية عن الحفاظ على الأمن والانضباط وحماية المواطنين دون تمييز. 3. مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط من أجل رفع الحصار فوراً عن المنطقة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفتح ممرات إنسانية لمنع حدوث كارثة إنسانية ستنعكس بشكل سلبي على النساء والأطفال بشكل خاص. 4. إرسال بعثات دولية لتقصي الحقائق بخصوص الجرائم والانتهاكات المرتكبة وتوثيق كافة الجرائم ضد النساء. 5. المطالبة بمحاسبة الجناة والمتورطين من جميع الأطراف وتطبيق العدالة المرجوة للضحايا. 6. رفض التهجير واستنكار التغيير الديموغرافي والتأكيد على أن التهجير هو جريمة ضد الإنسانية وما لها من تأثيرات طويلة الأمد على تأجيج الأحقاد والعداوات بين المكونات. 7. الدعوة إلى تشكيل شبكة دعم وتضامن نسوية بين نساء شمال وشرق سوريا ونساء السويداء وعلى المستوى سوريا بشكل عام. 8. القيام بحملات مشتركة على الصعيد الإعلامي المحلي والدولي. 9. تعزيز دور النساء في لجان الطوارئ والإغاثة ودعم المبادرات النسائية في مجال المصالحة المجتمعية وبناء السلام. 8. 10. إطلاق حملات إعلامية مشتركة للتعريف بما تتعرض له النساء في السويداء للرد على الحملات التضليلية التي تحاول تبرير العنف وتبرئة الجنان وتخفيض وتيرة خطاب الكراهية. 11. تفعيل دور المنظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات التي تعنى بشؤون النساء بشكل خاص للمشاركة الفعلية في الرقابة الشفافة وإيصال صورة حقيقية للواقع المعاشي في كامل سوريا. وعليه تم في 12 دعوة النساء في السويداء لتنظيم صفوفها والتدريب من أجل الحماية والدفاع الذاتي المشروع. وعليه تم إنهاء أعمال المنتدى واختتام فعاليات الحملة ومع الاستمرار في الدعم والمساندة لنساء السويداء وكافة النساء السوريات. مصيرنا مشترك وقوتنا بتماسكنا نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. الحسكة 5 آب 2025 منصة الفعاليات المشتركة في شمال وشرق سوريا.